بادرت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا منذ الساعات الأولى من كارثة الزلزال الذي حدث في شهر شباط، ولكن رأينا بأن جميع الجهات الأخرى مثل حكومة دمشق والفصائل المسلحة الموجودة في شمال وغرب سوريا كانت تغلق هذه الأبواب. سارعت الإدارة الذاتية بفتح جميع معابرها لتقدم المساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة. بالطبع تفاجأت الإدارة الذاتية وجميع الشعوب المتواجدة في شمال وشرق سوريا بعدم تقبل هذه المساعدات وعدم فتح المعابر من الجهات الأخرى، حيث تم استنتاج هذه المبادرة من الجهات الأخرى بأن هناك أجندة، أو نريد القول بكل صراحة بأن حكومة دمشق والحكومة التركية لا تريد أن تدع العالم أن يتعرف على الإدارة الذاتية وأخلاق الإدارة الذاتية وما هي أساسيات الإدارة الذاتية من الناحية الإنسانية. ولكن الإدارة الذاتية بنفس الوقت لم تقطع الأمل، وبقيت المساعدات موجودة على جميع المعابر، راجية بأن تفتح هذه المعابر وتقدم المساعدات لجميع الشعب السوري المنكوب. ونود أيضا التوضيح بالدرجة الأولى بأن اليوم جميع شعوبنا في شمال وشرق سوريا ومن كارثة الزلزال تعرفوا على أخلاق الإدارة الذاتية وعرفوا ما هي الإدارة الذاتية. فجميعنا يعلم بأن الجهات المتواجدة في سوريا هي 3 جهات، هي الإدارة الذاتية وحكومة دمشق وبالمقابل لنقول الائتلاف السوري. ولكن مع الأسف جميعنا يعلم بأن الائتلاف السوري يأخذ تعليماته وتوجيهاته من الحكومة التركية. فهنا نستنتج بأن الدولة التركية وحكومة دمشق لا يودون أن يتعرف باقي الشعوب على الإدارة الذاتية وأساسيات الإدارة الذاتية، وهم لا يريدون أيضا الاعتراف بالإدارة الذاتية، واستقلوا ظرف الزلزال لمحاربة الإدارة الذاتية أيضا، بالرغم من أن الإدارة وضعت جميع الأمور السياسية والعسكرية كما ذكرنا سابقا على حدة، وأخذت الجانب الإنساني هو بعين الاعتبار وبالدرجة الأولى. قامت الإدارة الذاتية بزيارة حي الشيخ مقصود والأشرفية ومخيم الشهباء قبل الزلزال بأسبوع، وزارت أيضا هذه المناطق بعد الزلزال، فوجدنا بأن هناك نسبة نازحين كبيرة توجهت إلى الخيم هربا من كارثة زلزال أخرى. فنحن رأينا بوفدنا الأول الذي ذهب إلى هذه المناطق قبل الزلزال بأن هناك كارثة إنسانية فعلا من نقص المحروقات ونقص جميع المواد الإغاثية الإنسانية والصحية بشكل عام. هذا الشيء رأيناه ولامسناه على أرض الواقع. أما بعد حدوث الزلزال فأصبحت الكارثة أكبر، لأن هناك مدنيين توجهوا إلى هذه المخيمات وإلى هذه المناطق، ونحن جاهزين ولدينا خيم ولدينا مساعدات ولدينا إمدادات تكفي ولمدة طويلة، ولكن للأسف لم تبادر أي جهة باستقبال هذه المواد الإغاثية والإنسانية بنفس الوقت. وتفاجأنا أيضا بأن لا أحد يكترث لما يجري في هذه المناطق، ونحن كما ذكرت مستعدين وجاهزين، ويوجد خيم ويوجد هناك ما يكفي من حوائج إنسانية وصحية. وجميعنا يعلم أيضا بأن حكومة دمشق لم تستقبل سوى المحروقات، ولكن كان هناك مقابل. نود أن نكون صريحين ونتكلم بشفافية. أخذت المقابل من المحروقات ما يعادل 2 أو أكثر، وأعطت الباقي للعائلات المتضررة. فنحن نود بدخول جميع المواد الموجودة لدينا، ونحن لا نستثني أيضا المناطق التي تخضع لسيطرة النظام السوري، فجميعنا سوريين بالنهاية. وهذه المساعدات توجهت لأهالينا في المناطق السورية كافة كما ذكرت التي تخضع لحكومة دمشق، وإلى المناطق الأخرى في شمال وغرب سوريا. نحن لم نستثني السوريين جميعنا، بالأخير هدفنا في الإدارة الذاتية وجميع شعوبنا في شمال وشرق سوريا عندما جمعت المساعدات وتبرعت بهذه المساعدات كانت على أساس أن تذهب لجميع السوريين ليس فقط إلى مناطق شمال غرب سوريا. قبل حدوث كارثة الزلزال حكومة دمشق تمنع دخول هذه المواد إلى حي الشيخ مقصود والأشرفية
جميعنا يعلم بأن الأشرفية والشيخ مقصود هما محاصرتان تماما. وكما ذكرت في بداية حديثي، نحن ذهبنا ورأينا على أرض الواقع بأن هناك كارثة إنسانية، هناك جوع وهناك برد وهناك ظروف شتاء قاسية لا يستطيع الأهالي تحملها، لدرجة أننا رأينا بأن هناك كارثة إنسانية وبأننا نحن المذنبين قبل غيرنا من عدم تأمين المستلزمات اللازمة لهم بسبب حصار النظام السوري لهؤلاء، مع العلم بأنهم يحملون الهوية السورية. وبنفس الوقت نحن نرى في كارثة الزلزال بأن الإدارة الذاتية اليوم لديها ورقة رابحة، لأن جميع الشعوب في سوريا كافة وفي شمال وشرق سوريا اتضح لهم بأن هدف الإدارة الذاتية هو الإنسانية، ويرون اليوم بأن هدف النظام السوري كما ذكرت هو استقلال هذا الظرف. وكما ذكرنا سابقا في لقاءاتنا السابقة، هم يريدون مسك الإدارة الذاتية من اليد التي تؤلمها من خلال احتجازهم لهذه المساعدات أو من خلال حصارهم لهذه الشعوب المتواجدة في تلك المناطق. رأينا أطفال، رأينا شيوخ، رأينا شباب، رأينا نساء، الجميع محتاجين جدا لجميع دول العالم أن تنظر إلى وضعهم المادي والإنساني والوضع الخدمي السيء جدا. فكيف لنا اليوم نحن كسوريين أن نستثني هذه الأوضاع ولا ننظر إليهم بعين الاعتبار، وبالأخص من قبل الحكومة السورية التي تدعي بأنها هي الجهة الحاكمة أو هي الجهة السيادية في سوريا. طبعا من خلال تقييمنا للوضع بزيارتنا قبل كارثة الزلزال وبعد كارثة الزلزال، إذا تم هذا الحصار إلى أكثر من ذلك سيكون هناك كارثة إنسانية ستتحدث عنها صفحات التاريخ فيما يأتي بالأيام المقبلة. نحن أمام كارثة إنسانية لم يسبق لها تاريخ سوريا أبدا، بالأخص بعد حادثة الزلزال وظروف الشتاء الباردة. عفوا خالص.